اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم إن شاء الله رح نعمل مع بعض الحلبة الفلسطينية بطريقة كتير سهلة وبسيطة. حلا فلسطيني مشهورين فيه أهل غزة أو أهل فلسطين عموما، ينعمل بطريقة كتير سهلة ومميزة. تعالوا نشوف مع بعض شو رح نساوي. طيب، نقعنا 3 ملاعق من الحلبة مع لتر من المي، وبعدين حطيناهم في قدر وحطينا هذا القدر على النار يغلي براحته. في صحن تاني رح نضيف 2 كوب من السميد مع 2 كوب من الدقيق، رح نحركهم كتير مع بعض منيح، وبعد هيك رح نضيف عليهم الزبدة والزيت وراح نحركهم كتير مع بعض، وراح نتركهم 10 دقايق لحتى عنا السميد يتفتح شوي ونقدر نشتغل فيه بكل أريحية. بهاي الأثناء رح نجهز التبليعة اللي هي أو التسقاية: 3 ملاعق من السكر، ملعقة خميرة، ملعقة بيكنج باودر، ورح نحط من مية الحلبة المغلية ونحركهم كتير كويس لحتى يفوروا مع بعض بالطريقة اللي انتم شايفينها، ونخليها على جنب. رح ناخد ملعقتين من الحلبة المسلوقة مع السمسم مع الملعقة يانسون كبيرة، ورح نحركهم مع بعض، وبعد هيك رح ننزل التسقاية شوية شوية ورح نعجنهم مع بعض، طبعا بأطراف الأصابع يا صبايا. احنا ما بدنا عنا الدقيق ينعقد، فلذلك راح ننزل المية شوية شوية، وبعد هيك راح نعجنها بأطراف الأصابع. عجنتها وخلصت وتركتها 5 دقايق بس لحتى تشرب كل السوائل الموجودة فيها. لو كانت سوائلها زيادة تتركوها بتشرب لحالها. ما شاء الله تبارك الرحمن، عجينة صارت عنا جاهزة، وراح نبلش نفردها بالصينية. هنا انت مخيرة اما انك تعمليها بسمك 1 سنتي مثل ما انا عملتها سمك برفية، او انت تعمليها سمك يعني اكتر 2-3 سنتي بالطريقة اللي انتو بتحبيها، سواء اذا بتحبيها رفيعة او بتحبيها سميكة. بالنسبة لي انا بحبها طبعا رفيعة، بتطلع هيك طيبة وبتقرش بالتم، بتطلع لذيذة. رح نخبزها مثل ما بنخبز البسبوسة على درجة حرارة 180 أو 200. مجرد ما تتحمر الأطراف من تحت رح نشغل الشواية، وهيك بتكون جهزت عنا. طيب، قبل ما ندخلها الفرن رح نقطعها بالطريقة اللي انتو شايفينها، ونرص على وجهها نوع من أنواع المكسرات. عنا الفول السوداني، فيكي تختاري البندق، فيكي تختاري اللوز، المتوفر عندك، بس هي أساسا بنحط عليها فول سوداني. بعد ما رصيت الفول السوداني على الوجه بالطريقة هذه راح أدخلها الفرن وأعمل باقي الكمية في الصواني. طبعا الكمية عملت لي صينيتين كبار بسم الله ما شاء الله. وجهزنا القطر بعد ما طلعناها من الفرن واخدت وجه، رشينا على وجهها القطر المجهز مسبقا، وهو عبارة عن 2 سكر مع 1.5 من المية. اذا بدك اياها خفيف خليها 2 سكر مع 2 مية. طريقة كتير سهلة وبسيطة وطيبة كتير وناجحة كتير. جربوها واكتبوا لي في التعليقات اذا انتوا حبيتوها او لا، وصدقوني جدا 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 طيبة. بعد ما طلعتها من الفرن طبعا عدت على تقطيعها علشان كل قطعة تطلع معنا بالضبط. وصحتين وعافية، ولا تنسوا تحطوا لي لايك.